السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد مصطفى من سبيد تك اللابتوب. النهاردة جايبين لكم أكتر جهاز مطلوب، ديل بريزيشن 7510 بشاشة 4K بألوان الشاشة زي ما احنا شايفين كده. هو حاجة عالية جدا ومميز جدا. كيبورد مضيئة بمعالج i7 جيل سادس. هنشوف مع بعض المواصفات بالظبط ايه هي. طبعا الجهاز دوت بسبب التبريد بتاعه والوزن بتاعه القريب بالمقارنة مع المواصفات حاجة ممتازة. دي كده مواصفات الجهاز. ديل بريزيشن 7510 i7 سادس. الفئة بتاعت البروسيسور 6920 اتش كيو بتردد 2.9، يعتبر ده اعلى تردد نزل فيه ال 7510. رامات 16 جيجا من نوع DDR4. طبعا الجهاز دوت بيشيل لحد 64 في الرامات. معانا كارتين شاشه. الكارت الاساسي بتاعه الانتل اتش دي جرافيك 530 بمساحه 128 ميجا، زي كروت الانتل كلها لحد النهارده نازله كلها ب 128. بالاضافه لان هو بياخد شيرنج مع الرامات، نص الرامات بيوصل ل 8 جيجا زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وعليه كارت الشاشه التاني الاضافي انفيديا كوادرو اللي هو الكارت الخارجي البيلت اوت. انفيديا كوادرو ام 2000 ام 4 جيجا بيعلى لحد 12، شيل مع الرامات 8 برضو. الريزوليوشن بتاع الشاشه بتاعتنا هنا اهوت 4K، هنشوفه مع بعض برضو. ده الريزوليوشن بتاع الشاشه بتاعتنا اهو 3840 في 2160. شاشه 4K من نوع الاي بي اس اللي بتتشاف من كل الزوايا بدون اي تغيير في الالوان. الكيبورد بتاعت الجهاز طبعا كيبورد مضيئه، تصميم مميز جدا وجميل وشيك. وزن بالمقارنه زي ما قلنا لحضراتكم بالامكانيات الجباره اللي في الجهاز والاداء بتاعه حاجه فوق الممتازه. معانا ده كده ظهر الجهاز مع بعض كده اهوت. نشوف المداخل والمخارج. معانا اول حاجه مدخل الفيزا، واحده يو اس بي 3 شغاله باور، السندر بولت، الاتش دي ام اي، واحده تايب سي شغاله باور. وفي الظهر هنا اهوت مدخل الشاحن، اماكن التبريد للبروسيسور وكارت الشاشه، والايثرنت مدخل الايثرنت. والناحيه التانية هنا اهوت معانا اللوك، وتلاتة يو اس بي 3 والتلاتة شغالين باور. وواحده هيدفون جاك شغاله بسماعه الموبايل عادي، صوت المايك والسماعه في جاك واحد. الاس دي كارد، كارت الميموري. ودي القاعده بتاعت الجهاز. مكان الهارد اهو، مروحتين ادي واحده وادي التانية. اماكن التبريد للبروسيسور وكارت الشاشه بتبقى موجوده هنا اهوت. وطبعا في لوك هنا اهوت للبطاريه والهارد الاضافي الساتا. طبعا الجهاز دوت بيشيل هاردين، هارد ام 2 وهارد اس اس دي ام 2. هارد ساتا عادي لو هنركب اس اس دي ساتا، او اس اس دي عادي اللي هو الداتا بتاعنا الاي دي. جهاز مميز جدا وجميل جدا ومطلوب دايما وباستمرار. اتمنى يكون الجهاز ده عجبكم. طبعا الجهاز دوت نازل منه اصدارات كتير، ده يعتبر اعلى اصدار فيهم ال 6920 والشاشه ال 4K. اتمنى يكون الجهاز ده عجبكم وتعملوا لنا لايك ومتابعه للقناه عشان يوصلكم كل جديد اول باول. وهتلاقوا في الوصف تحت المواصفات والسعر بالكامل. ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.